النادي الاهلي والفتره اللي فاتت عدم الاتفاق مع مهاجم اجنبي جديد بيخلي النادي الاهلي يعيد النظر من تاني ان هو يفكر في ملف المهاجمين المصريين. أسامة فيصل مهاجم البنك الاهلي عاد للحسابات بقوه لانضمام للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بدأ يفكر من تاني في ضم أسامة فيصل. الفترة اللي فاتت ما حصلش اتفاق مع أي مهاجمين أجانب، أمور مالية فنية أي شيء، لكن في النهاية ما حصلش اتفاق على ضم مهاجم أجنبي خلى الأهلي يعيد النظر في ضم مهاجم مصري من جديد. زي ما بقول لك أسامة فيصل مرشح وبقوة للانضمام للنادي الأهلي، وربما الأهلي يضم ثنائي من البنك الأهلي أسامة فيصل ومعاه مدافع عمرو الجزار ومحمود الجزار، واحد منهم مع أسامة فيصل. صفقة ثنائية من البنك الأهلي إلى النادي الأهلي في يناير. أسامة فيصل كان موجود بين صفوف نادي الزمالك قبل كده، طلع إعارة أكتر من مرة، الحقيقة ما خدش فرصته بشكل كافي مع نادي الزمالك. ممكن نشاهد نجم زملكاوي جديد بقميص النادي الأهلي.